اليوم جبت لكم واحدة من أطيب الحلويات العراقية اللي هي من السمة. طبعا الطريقة الأصلية تعتمد على مادة المن اللي يجمعوها من الأشجار الموجودة بشمال العراق، بس اليوم راح نسويها بطريقة منزلية سهلة وطعمها قريب جدا من الأصلي. فخلونا نصلي على محمد وآل محمد ونبدي هالوصفة خطوة بخطوة. عندي هنا 3 من زلال البيض، راح أخفقهم على سرعة عالية إلى أن أحصل على رغوة متماسكة. وهسه ننتقل للخطوة الثانية، راح أضيف كوب من السكر وكوب من شيرة الحلويات أو العسل أو الكليكوز، أنا استخدمت شيرة الحلويات، وراح أحرك المكونات على حرارة هادئة والتحريك يكون مستمر. وبعد نص ساعة راح نلاحظ أن القوام صار بهالشكل هذا. راح أضيف الرغوة اللي حضرتها مسبقا، لكن يفضل أن تكون الإضافة تدريجيا مع التحريك المستمر. ورا نص ساعة من التحريك وعلى حرارة هادئة حصلنا على هذا اللون وهذا القوام. لازم نعمل اختبار بهاي المرحلة، ناخذ مقدار من الخليط ونضيفه للماء البارد، والنتيجة لازم تكون غير لزجة تشبه العلج. بعدها راح أضيف المزيج بوعاء ثاني وراح أخفق بالخفاق الكهربائي، هم حتى أفتح اللون وأيضا حتى أتخلص من التكتلات إذا انوجدت. وطبعا بهاي المرحلة راح يكون المزيج لزج جدا. راح أضيف هسه أي نوع من المكسرات وأقلب بصورة سريعة. وهسه راح أضيف المزيج بقالب مغطيته بورق الزبدة وماسحته بالزيت وأتركه يبرد تماما. أنا تركته 3 ساعات بحرارة الغرفة. هسه أرفع ورق الزبدة وراح نرش كمية من النشا، والنشا ضروري بهاي المرحلة لأن هاي الحلاوة تكون لزجة. وحتى السكينة نرش عليها طبقة من النشا ونبدأ بالتقطيع. وبهيج تكون حلويات من السما صارت جاهزة عندنا. وشوفوا القوام شلون حلو وطعمه يجنن، والطريقة جدا سهلة. وإذا جربتوها لا تنسون تكتبوا لي رأيكم، وأنا متأكدة راح تعتمدوها بكل مرة. وبالعافية عليكم مقدما.